التنمية البشرية ونفهم معنى التنمية الذاتية، ونرحب بالدكتور عمرو الحناوي، خبير التنمية الذاتية ومعالج والمعالج السلوكي والحاصل على رخصة التدريب الدولية CBI واستشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا دكتور عمرو. أهلا بك. بداية دكتور، لما نتكلم عن التنمية الذاتية، مفهوم ومعنى وما هي التنمية الذاتية؟ هو الأول بس أحب أقول إن في لبس عند الناس ما بين 3 مفاهيم: الموارد البشرية، التنمية البشرية، والتنمية الذاتية. الموارد البشرية هي شؤون العاملين، human resources. فبيحصل خلط عند ناس كتير قوي ما بين ال3 مفاهيم. لما بنيجي نعمل ندى والدورات ساعات ناس بتختار تبقى فاكرة الموضوع غير الموضوع. دي نقطة. التنمية البشرية مش الاسم الصح، ولكن العرف في المجتمع كلمة تنمية بشرية نتاج ان اول من اتى بالعلم هنا كان رائد التنمية البشرية رحمه الله دكتور ابراهيم فيشتار بكلمة رائد التنمية البشرية. فهي لكن هو ما اسمهاش تنمية بشرية. التنمية البشرية دي بتبقى منظمات مخصصة عن هي امال هي اسمها ايه؟ ما هقول لحضرتك دلوقتي حالا، بس انا بفسر المفاهيم الثانية. التنمية البشرية دي حضرتك المنظمات اليونسكو زي الأمم المتحدة زي حقوق الإنسان تقول لك مثلا معدل نمو الفرد فيه هو ده الهيومن ديفلوبمنت، النمو البشري. التنمية الذاتية هو ده اسم الصح، سيلف ديفلوبمنت. أنا مطلوب مني ديفلوبمنت أو التنمية الذاتية. بس لو قلنا بشرية يعتبر مش هو حضرتك إيه؟ أنت عارف حضرتك إن في التاريخ قامت حرب البيضة الأول ولا الكتكوت، فكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. احنا ناخد بالعرف. لو انت مثلا انا لو دلوقتي داخل على محاضره لقيتهم عاملين لي اليافطه او البانر معانا الدكتور عمرو الحناوي محاضره التنميه البشريه، خلاص ناخد بالاعراف. يعني ما فرقتش تنميه بشريه تنميه ذاتيه، المهم الاثر. وانت بدات ليه وتفرق بينهم طالما لكن انا حضرتك بتسالني فانا بوضح للمشاهدين، لان احنا دلوقتي داخلين ايا كان مين هيفوز، ايا كان مين، احنا داخلين على نقله ان شاء الله نوعيه، نقله كبيره جدا. احنا لما بنشرح التنميه الذاتيه ماشي اللي هي التنميه البشريه، لكن حضرتك بتقول هي الاصل بتاعها السيلف ديفلوبمنت، الاسم الاصح والادق. انا مطلوب مني انمي ذاتي، مش انمي البشر كله. بس لو حد قال التنميه الذاتيه التنميه البشريه مش مشكله، هنمشيها ان ده العرف يعني. لكن خد بال حضرتك ان احنا منهجنا الشرعي يذكر فانهم كمذكر لست عليهم بمسيطر. انا انمي نفسي وادعو الناس تقبلوا ده. احنا بنعلمه للناس في الارشاد الاسري ان انت اديت حد نصيحه ما تشيلش هم، خلاص انت بعدها تبقى ان اسوسييتد، تبقى منفصل. لان انا لما بيجي لي استشارات لو ده شلت هم وده شلت هم مش عارف انام بالليل، لازم افصل. ودي الاحترافيه بقى. جميل. انت تفصل ما بين البيت والشغل والرفاهيه، تفصل ما بين الحاجات دي كلها. طب لو اتفقنا انه يعني التنميه الذاتيه ماشي هي التنميه البشريه، هل ممكن يتقال كمان هي التعامل مع الموارد البشريه والهيومن ريسورسز وازاي يعني يحصل تنميه؟ انا بشرح حضرتك على السؤال ده. هي التنميه بتنعكس على كل حاجه، التنميه الذاتيه او التنميه البشريه، فلنطلق عليها التنميه البشريه في البرنامج. التنميه بتنعكس على كل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك ببساطه جدا، اي واحد عايز يعرف ايه التنميه البشريه انا هوضحها له بطريقه. يعني لو حد عايز نازل رايح ياخد محاضره عن التنميه البشريه فقال ايه التنميه البشريه دي، لو سالوه كده مثلا يعني يقول لهم في 3 مكونات ما نقدرش نعيش من غيرها. اول مكون الاخلاق، وقد لا يكون مرتبط بالدين. ممكن واحد يبقى عنده اخلاق حميده ومثلا لا دين، ملحد ايا كان، الحق والخير والجمال عنده الفاليوز القيم الانسان. في حكمه تقول لك الاخلاق الحميده من الصعب اكتسابها ولكن يسهل التعايش معها، والاخلاق الخبيثه من السهل اكتسابها لكن من الصعب. الانسان اللي بيلاوع وبيكذب بيبقى منبوذ من المجتمع. ففي الفكره دي يعني اسمح لي اتوقف عندها قليلا وافهمها منك ونستوعبها. يعني دي موجوده فعلا في كتابات الكتاب انه الحق والخير والجمال وهذه القيم يعني ممكن تبقى منفصله عن الدين. وممكن واحد عنده هذه القيم ويكون مش دين، لا يؤمن بدين او ملحد. لكن هل فعلا ده حقيقي؟ بمعنى واحد يعني لا يؤمن في الذات الالهيه وان ما فيش اله ويكون عنده هذه القيم، يعني ما يسرقش، ما يكذبش، ما يزنيش، ما يرتكبش هذه الموبقات، ومش خايف من اله موجود فوق لانه لا يؤمن بوجود الاله، ورغم ده عنده تلك الزواجر والنواهي في يعني بين جنبيه.
في داخل كل قاعدة استثناء يثبتها ولا ينفيها. هتلاقي غاندي واحد من أفضل المؤثرين في القرن السابق كان هندوسي، يعني ما كانش يعني مش حتى من أهل كتاب، ولكن كلنا نتفق على أخلاقه. حرر بالمستعمر البريطاني، كان راجل مؤمن بقضية وبرسالة. غاندي أهو أنا بدي الناس مثال، كان موجود في الماضي القريب. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا طبعا عندنا آية بتلخص الحياة كلها، يعني بتلخص يعني لو شفت الآية ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني هي العملية كلها في الموضوع ده. ولكن أنا برضو عايز أرجع أقول يعني إيه التنمية؟ دلوقتي في مكون أخلاقي، طبعا كل ما بيرتفع الواحد بيعيش فرحان مبسوط في حياته. لما أنا بتبع الالتزام في مواعيدي، الأمانة، بلبس لبس كويس، أو واحدة بتلبس لبس بيسترها غير واحدة مثلا لابسة لبس معرضها للمضايقات. فالأخلاق بتبقى وقاية وتخليني مبسوط في حياتي. في مكون تاني، مكون التخصص. أظن اللي بيجيب امتياز بيطلع الأول على كليته مش زي اللي بيجيب مقبول. ده بيتعين معيد والحياة تديله مكافآت. التاني بيشتغل مثلا مندوب مبيعات، إلا لو اجتهد، عشان دايما برضه بيقول للناس ما تيأس. ابدا لم ينبغي محتاج التنميه الذاتيه. اللي جاب مقبول ده محتاج. هل اللي بيجيب واللي جاب امتياز اقول لك ليه بقى حضرتك؟ لان بقى في مكون ثالث هو ده جوهر التنميه، مكون الفني اللي بيدير العمليه الاخلاقيه والعمليه التخصصيه. كل الاحصائيات بتقول لك ال10 اوائل دايما على الجمهوريه في الثانويه العامه ما بيطلعوش الاوائل في الكليات، عشان عنصر الاستمراريه مش موجود، عشان ما عندهمش حاجه اسمها سيلف بالانس سيستم، نظام التوازن الذاتي او الاتزان الذاتي. هم كان حماسه وقتيه. ايه اللي سيلف بالانس الاتزان الذاتي؟ ان انا التنميه جوهره ان انت بتحاول تظبط ما بين طاقاتك الاربعه. ربنا بيدينا 4 طاقات: الطاقه الروحيه اللي هي العبادات، الطاقه الذهنيه التفكير، الطاقه النفسيه المشاعر، والطاقه الحركيه الجسد. فالتنميه بتديك ان انت تعمل توازن ما بين الاربعه. يبقى انا عندي طاقه روحيه وطاقه ذهنيه وطاقه نفسيه وطاقه جسديه او حركيه. هل في طاقه اعلى من يعني طاقه اعلى من طاقه تحرك الطاقات، ولا كلهم يعني في نفس القدر ونفس المسافه؟ لو انا بشبع كل واحده بقدرها هيبقى عندي اتزان. انا عندي مثلا للمشاهد وحضرتك، لو انا عندي كرسي من 4 اركان، هم 4 طاقات. لو في رجل مكسوره هيبقى يا دوبك واقف، لكن لو في رجلين 2 هيقع. طيب هدي مثال. بس الناس اللي تقدمت الامم والمجتمعات اللي نهضت دي عندها الرجل بتاع الطاقه الروحيه يعني وقع. لا، ما انا بقى اوضح حاجه. الطاقه الروحيه مش متمثله بس في علاقتك بالخارج. الارواح قلوب مجنده. العمل الجماعي، وده للاسف احنا بنفتقده هنا. الانا عندنا وانعكست يعني في الانتخابات. ممكن تبقى للطاقه الروحيه. احمد زويل دايما طبعا الفضل كله لله، لكن بيقول لك من اسباب نجاحي 200 واحد بيشتغلوا معايا بأنجزوا معايا في فهمته ثانيه. فكره على فكره تعمل فكره ثالثه. لكن انا لو حضرتك دلوقتي لو اديتك جنيه وانت اديتني جنيه، لا انت زدت ولا انا زدت. لكن انت اديتني فكره وانا اديتك فكره، ممكن نولد فكره ثالثه. ولا روح الفريق تخش في الطاقه الذهنيه والطاقه الحركيه وهذه لا، وبرضه الطاقه الروحيه. ان حضرتك عايز اقول حاجه، الانسان طب ما الانسان قاعد بيعبد ربنا بس، لكن هو منعزل عن كل الناس. الشق الروحي، ما احنا كلنا نفخنا فيه من الروح، كلنا من مصدر واحد. فين الناس اللي بتسال عنه؟ فين الصحبه؟ الصبر.